بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بشكرك يا استاذ عادل، انت عامل حاله غير عاديه ببني مزار بمراكزها يعني شيء بسم الله ما شاء الله عليك، يا رب يزيدك من نعم الله. اتمنى فوز الاهلي، مع العلم ان المباراه صعبه جدا، ان سيراميكا فريق عالي ومعاهم مدرب عالي جدا جدا جدا، والمباراه دي على فكره مالهاش مقاييس، واتمنى فوز الزمالك على بيراميدز، وان شاء الله يكون طرفين النهائي باذن الله باذن الله الاهلي والزمالك، ويفرح الشعب المصري والاهلي يكسب باذن الله البطوله دي عشان يفرحنا ويفرح كل جمهور النادي الاهلي. شكرا ليك يا استاذ عادل. ان شاء الله النهارده باذن الله الاهلي يكسب والزمالك يكسب ان شاء الله، مع ان الاهلي مش محالفه الحظ بصراحه خالص، بس باذن الله يكسب ان شاء الله النهارده ويلعب الزمالك في النهائي باذن الله رب العالمين، يبقى الاهلي والزمالك طرفين النهائي ان شاء الله باذن الله، ويكون ماتش نهائي كويس باذن الله. ان شاء الله يفوز النهارده على بيراميدز وهيجيب الاهلي في النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم، والفوز للزمالك بامر الله. كده اتمنى الزمالك يكسب طبعا، ان شاء الله الزمالك يكسب النهارده، والاهلي طبعا يكسب سيراميكا، وان شاء الله نجيب له في النهائي، ونتمنى طبعا كره مصريه حلوه تليق بالشعب المصري والجمهور المصري، والتوفيق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله فوز الاهلي على سيراميكا باذن الله 2-1، وان شاء الله فوز بيراميدز على الزمالك عشان الحاج محسن عبد العزيز. بس النهارده توقعاتي ماتش الاهلي وسيراميكا، فوز الاهلي النهارده 2-0، والزمالك يكسب بيراميدز النهارده 1-0، وهيبقى ديربي ان شاء الله بين الاهلي والزمالك، واللي ياخد البطوله الزمالك، هيكسب الاهلي في ضربات الجزاء. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-1 والزمالك هيتغلب 2-1 ان شاء الله. يعني اولا انا اهلاوي ابن اهلاوي ابن اهلاوي من منبع لاخر واحد في العيله اهلاويه، وطبعا نتمنى الخير للاربع فرق المصريين اللي من كلهم بيوصلوا مصر، ونتمنى طبعا الفوز بالنادي الاهلي، الفوز النهارده والفوز بالبطوله برضه، بس ربنا يوفق الفريق اللي هو يستاهل، اللي يكون ربنا موفقه وهو اللي يستاهل البطوله. انا كامنيه من امنياتي ان الاهلي ياخد البطوله، لكن طبعا اللي هيلعب في الماتش هو اللعيبه. طبعا النهارده ماتش الاهلي وسيراميكا، ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-1، والزمالك وبيراميدز الزمالك هيكسب بيراميدز 2-0، والاهلي والزمالك الاهلي هيكسب الزمالك 3-1 في النهائي ان شاء الله. دلوقتي الاهلي هيكسب سيراميكا، والزمالك وبيراميدز هيكسب الزمالك، وبرضه بيراميدز هيكسب الاهلي في النهائي. الاهلي مستواه مش حلو، الدفاع عنده شوربه خالص، ودي حاجه مزعلاني. بالنسبه للماتشين طبعا الاهلي يعدلوا ماتشين بالظبط كده مش في حالته، ما تتوقعش ان فرقه تكسب، سواء ان كان بيراميدز مع الزمالك او الاهلي مع سيراميكا، طبعا ما فيش توقعات، وطبعا اتمنى عشان انا اهلاوي طبعا اتمنى النادي الاهلي انه يكسب وياخد البطوله ان شاء الله باذن الله. توقعاتي النهارده باذن الله النادي الاهلي هيكسب، وبيراميدز هتكسب الزمالك، والاهلي وبيراميدز في النهائي باذن الله. ماتش سيراميكا والاهلي الماتش ده صعب جدا صعب جدا، بس توقعنا ان شاء الله رب العالمين الاهلي يفوز، ولكن بيراميدز والزمالك طبعا بيراميدز الكل عارف ان هو فريق يعني صعب جدا انك تكسبه، نتوقع ان شاء الله رب العالمين الزمالك يفوز. احنا نحب المنافسه بين الاهلي والزمالك. ان شاء الله الزمالك هيكسب بيراميدز النهارده ان شاء الله باذنك يا رب، والاهلي هيتغلب ان شاء الله الزمالك، ويلعب الاهلي ان شاء الله يكسب الاهلي برضه في السوبر باذنك يا رب. احنا